تشكيلة الزمالك المتوقعة اللي هيلعب بها النهارده فيريرا امام البنك الاهلي. هنبدا الاول بحراسه المرمى. محمد صبحي حارس مميز وحارس قوي جدا جدا وبيثبت نفسه في كل مره مع نادي الزمالك. بعد كده في الباك ليفت محمود بنتايج لاعب كبير جدا جدا ولاعب مهم، باك ليفت مهم جدا في نادي الزمالك. والباك يمين طبعا عمر جابر لاعب عالمي ولاعب مهم ولاعب جميل جدا جدا ولاعب سريع وبيعرف يجري بالكره ولاعب بيمرر تمريرات حاسمه جدا عمر جابر. وبعد كده ثنائي الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، الاثنين دول بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا وبيكون فيه بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا، فالاثنين بيعملوا اداء كبير جدا مع نادي الزمالك. بعد كده خط الوسط هنلعب باحمد حمدي واحمد ربيع. احمد حمدي واحمد ربيع لاعبين مهمين جدا في خط الوسط بتاع نادي الزمالك. احمد حمدي لاعب مميز جدا واحمد ربيع كذلك الوضع لاعب مهم ولاعب بيعرف يخطف الكره، فهم الاثنين لاعبين مهمين جدا في خط الوسط مع فيريرا. بعد كده هنروح على الهجوم، هيلعب بالجهه اليمنى في الهجوم خوان بزيرا، هيلعب في الجهه اليمنى. خوان بزيرا لاعب عالمي، لاعب بيسجل اهداف كتير جدا جدا مع نادي الزمالك وبيثبت نفسه في الفتره الاخيره بعد ما كان مستواه متراجع لكن رجع تاني بيقدم مستوى عالمي مع نادي الزمالك. الجهه اليسرى هنلعب بشيكو بنزا. شيكو بنزا لاعب سريع جدا جدا ولاعب مهم من اهم اللاعيبه في الجهه اليسرى عند نادي الزمالك، وهيكون بينهم وبين بعض بقى ناصر ماهر هيكون تحت المهاجم على طول. ناصر ماهر لاعب حريف، لاعب مهاري جدا جدا ولاعب سريع بيمرر تمريرات حاسمه ناصر ماهر. وبعد كده في الهجوم هيلعب بعمرو ناصر، هو الهجوم اللي جاهز دلوقتي مع نادي الزمالك وهجوم جميل جدا جدا. عمرو ناصر هنلعب بيه النهارده امام نادي البنك الاهلي. توقعكم معايا لهذه المباراه هتكون في تمام الساعه 8. الزمالك لو فاز سيطر على المركز الثالث في صداره الدوري المصري الممتاز.